مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا صلوا على النبي ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد. واليوم راح نبدي وياكم أسوي عجينة بيتزا سهلة وسريعة. عندي هذا الطحين مخليت له ملح وشوية شكر وخمرة، وعندي حبة سودة. هنا راح أحفرها بالنص وأضيف زيت عادي أو زيت زيتون عادي ومي، وأبدي أعجن. شوية شوية حتى لا تخرب عندي العجينة. بالتدريج شوفوا شلون هنا بعد شوية قوية وتلزق. ما راح أضيف لها مي، راح أكمل العجن مالتها بزيت. شوفوا مخليت الزيت لا تدمر ولا شي، وبسرعة انعجنت. وهنا لحد ما كملتها راح أغطيها. الجو احنا عندنا هنا كلش حار، في ربع ساعة 20 دقيقة تختمر. وهنا اختمرت عندي العجينة. حضرت الصلصة اللي هي صلصة معجون ونعناع مطحون وملح وشوية مي. هاي صلصة سريعة وكلش طيبة، نضيفي لها النعناع تصير كلش طيبة. وهاي عندي المواد قدامكم. أدهن الصينية بشوية زيت، حاخذ نص الكمية. شوفوا لها شلون ترفه. والطحين حسب الرغبة اللي انت تردينها، عينك ميزانك. أضيف الصلصة، وإذا عندكم صوص أو صلصة يعني زايدة هم تخلونها وياه كلش طيبة تطلع. وهنا خليت الجبن، حخلي الفلفل، وعندي هاي الطماطة ثمرتها هم ناعم بدون اللب مال الطماطة، لأن يخرب البيتزا ويخرب العجينة. وهذا المورتديلا هم ناعم، لأن أنا هنا سويتها بالذرة فلازم كل شي أقصصه ناعم. وخليت هنا الذرة، وآخر شي الزيتون. وهنا كملت عندي، حابدي بالثانية إن شاء الله. شوفوا لي استوت هنا عند البيتزا وكلش طيبة بالذرة. وألف عافية، مع السلامة.